اهلا بيكم. وقفنا الجزء الثاني لما ظهر 2 حراس وقفوا قصاد سونج ورجالته. بعدها كل واحد فيهم راح باتجاه. بعدها بقى قررت دان انها تاخد اختها والسيده ناجو وتسيب البلد لفتره. من هنا عم دان قال للسيده ناجو بقول لك يا وليه هنتقابل هنا بعد اسبوعين عشان نشوف هنتجوز امتى. احنا في ايه ولا في ايه بس يا اسطى؟ اما سونج فكان هيتجنن. هو ليه الحارس ما قتلش حد فينا برغم قوته الجباره؟ شك سونج انه تاب عن سفك الدماء واكتفى بالدفاع عن نفسه، وفي الاخر امرهم انهم يراقبوا دان لانه وراها سر مخبياه. بعد اسبوعين بالظبط بيجي خبر لسونج ان العلماء محدش منهم غادر السكن، وبالتالي ما قدروش يعرفوا مكان دان فين. فقال لهم سونج انا عرفت ان واحد من هناك كان مقدم في امتحان الولايه ونجح بامتياز، كان يقصد كانج. امر رجالته انهم يجمعوا كل المعلومات عنه. تعالوا نروح لدان اللي كانت شغاله في مطعم وشافت واحد شبه كانج بالظبط. لما بصت عليه لقيته مش هو وانها بتتخيل مش اكتر. بتتكلم بقى مع اختها وبتعرف ان السيده ناجو رجعت للبلد من تاني للبحث عن زوج لدان لحمايتها. اما هي فقررت انها تسكن في بيت الراهبات. تعالوا نروح للورد شين اللي جاله معلومه بان في بيت من عيله الملكه بارك اتبنى طفله بنت عمرها اقل من سنه، والغريب انهم كانوا فقراء قوي واختنوا من يوم البنت ما دخلت حياتهم. على طول اللورد بيربط الاحداث ببعضها وبيعرف انها بنت الملك والملكه اللي سونج راح لها وقال لها ان الحارس اللي بيدافع عن لي سول في حد بيموله بالفلوس وانا شاكك في الملكه الام. في الحال بارك قالت له انا بعت جاسوسه تشتغل هناك ولو في حاجه هتعرفنا بيها. بالفعل بتبني الملكه الام مع جاريه من عندها بتديها الفلوس توصلها للحارس. تعالوا نروح لبان اللي راحت قابلت كانج وشكلها كده بتحبه. من الكلام بينهم بنعرف انها كانت بنت ناس واغنياء كمان، وان ابوها ساب منصبه الحكومي وراح يعيش في الارياف بعد ما اخدوا من ولي العرش لي سول عرشه بالغدر، وان ابوها كتب رساله للملك المفتري عشان يرجع لعقله من تاني، ولكن للاسف الملك اعتبر انه خاين. وبنعرف ان اسمه ايم جوك وده اللي يوهان واصحابه واخدينه قدوه. بعدها بتكمل ان مامتها ماتت ورجعت للبلد من تاني، ولكن للاسف تم استغلالها. من هنا بيقرر سيول ويوهان انهم يزوروا دان، وكانوا عارفين ان في جنود بتراقبهم، فكل واحد منهم اخذ طريق مختلف عن التاني. فقرر الحارس انه يمشي سيول الاهبل اللي اتقلب على وشه من اول خطوه. لسه الجندي هيقرب منه بيظهر النمر ورجالته بيتلموا على الجندي، وهنا سيول اخذ ديله في اسنانه وطار. اجري ياض بسرعه. وفي الاخر يوهان والسيول بيوصلوا لدان وبيقابلوها وبيطمنوا عليها. اما السيول فكان جايب لها شويه رز كزياره، يعني ربنا ما يوقعك في دقيقه يا ابني والله. طب ما فيش كيس سكر كده وازازه زيت كمان؟ بيروح سيول بقى عشان يقابل اخت دان اللي وقع في حبها رسمي، لكنها كل مره كانت بتصده وبترفض الكلام معاه. بنروح لكانج اللي جاله مرسال من سونج انه عايز يقابله النهارده الساعه 8. فعلا بيقابله وسونج بيقول له انت هنا ليه؟ فعرفه كانج ان نفسه ينجح في الاختبار ويكون في خدمه الملك. فقال له سونج بكل مكر هو انت تسمع عن حاجه اسمها يوكي؟ فقال له كانج والله ما اعرف. فقال له سونج دي مجموعه خاصه من المحاربين المتميزين اللي بيتم الاستعانه بيهم وقت الحرب، انا عايزك واحد منهم. لكن كانج بيرفض، قال له انا مش شايف نفسي مؤهل للمنصب او اللقب ده. في الاخر طلب منه سونج انهم يخرجوا يصطادوا مع بعض، وكان شاكك ان ده هو الحارس، فبيخلي واحد من رجالته يراقبه وبيلاقيه واقف مع واحد معرفه. فبياخدوا الحارس وبيوديه لسونج، وعرف منه ان كانج متربي معاهم في القريه من صغره، وانه لسه سايب القريه من فتره لاختبار الولايه. فبيحتار سونج. وبعدين في الليله دي يا جدعان امال مين الحارس؟ تعالوا نرجع للبلد من تاني لما الجنود قبضوا على مجموعه من الناس كانوا بيقروا في كتب الثوره بتاعت يوهان، وصدر قرار باعدامهم. بيتضايق يوهان وبيقرر انه يروح للمقر السري، ولكن صاحبه الكازينو بتقابله وبتمنعه من الدخول، وده لان الحراس كانت مراقبه المكان ومستنيه اي حد يدخله للقبض عليه. واخدته معاها وكان مستغرب هي عارفه كل حاجه عنه منين. فقالت له انا عارفه ابوك الحقيقي كمان، وانه ساب لك الرساله دي. بيقراها يوهان وبيتاثر جدا وهنعرف مضمونها بعدين. تعالوا نروح للسيده ناجو اللي قالت لدان انها لقت الحاجه دي قدام البيت. في الحال دان جابت البوصله بتاعتها، وبنعرف ان دي نص البوصله المفقود. بترجع بالذاكره لورا لما لي سول بات معاها لحد ما الحراس تختفي، وهو ماشي ادالها نص البوصله كهديه وقال لها تحافظ عليها لانها الورث الوحيد من ابوه. وبتشوف دان التنين المحفور عليها وبتعرف ان الطفل ده كان لي سول الامير المفقود. شويه وكانج بيجي يزورها هو كمان، فبتزعق له دان لانه دايما بيعرض نفسه للاذى، وافتكر ان هو الحارس، لكنه انكر الكلام ده وانه مش الحارس فعلا، وانه بيعرض نفسه للاذى عشان يحميها مش اكتر. تعالوا نروح للورد الشين اللي طلب يقابل يوهان، وبالفعل قابله وقال له ايه سبب انضمامك للثوره؟ هل للعدل ولا انك عايز تسيطر على الدوله والعرش؟ فقال له يوهان انه مش بتاع الكلام ده، ولكن اللورد قال له انا هساعدك لتحقيق العداله والوصول لاهداف الثوره بتاعتك.
تعالوا نروح لدان اللي حراس سونج وصلوا لها وهددوها انها لازم تيجي معاهم، ولما سيول بيروح يسأل عنها بيعرف انها في خطر وان الحراس اخدوها عافية. بيجري على بيت الزهور وبيعرفهم باللي حصل لدان اللي كانت مربوطة بالشكل ده، وهنا سونج دخل لها ومعاها البوصلة اللي محفور عليها التنين وقال لها ان دي بتاعت ابو لي سول، ووصلت لك ازاي الا اذا كنت عرفتي مين هو الامير المفقود ووصلتي له. فدان قالت له بص هي كده كده خربانة، اقتلني وريح نفسك. من هنا بيوصل كانج وسيول وبيعرفوا باخد دان من حراس سونج اللي كان بيخنق في دان عشان تعترف بالحقيقة. فقالت له خلاص انا ولي سول اتقابلنا واحنا صغيرين يوم جنازة ابويا، وحكيت له بقى عن كل حاجة حصلت في اليوم ده وان البوصلة كانت شكر ليا على مساعدته. فسونج قال لها على كده لي سول مدين بحياته ليكي واكيد هيعمل اي حاجة لانقاذك. من هنا بتفتكر يوم الهجوم لما الحارس الاول مسك ايديها وشكت ان ده كان لي سول. من هنا بيوصل يوهان وبيقابل سونج وقال له انا جايب الدين اللي على دان، وبيديله صندوق مليان بالفلوس. بالفعل بيتم اطلاق سراح دان، وهنا كانج وصل لها وكان القلق والتوتر باينين عليه، لكن الغريبه انه اخد نفسه ومشي على طول. بترجع دان لحديقه الزهور من تاني لكنها لقت اختها رايحه المعبد وهتكون راهبه. بيتم الوداع بينهم في مشهد مؤثر جدا. بيروح سونج وبيطلب من بان انها تكون صاحبة دان وتقرب منها تكون جاسوسه ليه يعني. بتروح دان تتلزق في كانج قصدي تقابل كانج اللي قال ايه لا الشمس ضربه في عينيها، فراح وقف لها عشان يحميها. يا محنو يا اخويا. فقالت له بقى عن اللي حصل وعن مساعدة يوهان ليها، ورجعت من تاني تكلمه في انه الحارس. فقال لها بص يا بنتي عشان ما تقرفنيش كل شويه يوم اجتياز الاختبار وتكريمي هعرفك بكل حاجه. تعالوا نروح للعقربه بارك اللي قالت للملك ان الملكه الام بتمول الحارس وان في عندها خادمه اسمها كيم بتغادر القصر كتير واكيد عندها معلومات عن الحارس. اما دان فشافت اليافطه اتعلقت من تاني فكان ضحك لانه فكر انها تشكره، لكنها افتكرت ان يوهان هو اللي علقها فاتضايق واخد نفسه ومشي. الكل راح على السوق، وهنا سيول ابو لسان اللي مش بيتهد ابدا قال له بص يا كانج البت دان والواد يوهان لايقين على بعض ازاي، اوعى تفكر انك تتحداه لان يوهان غني ومعاه فلوس، انما انت فقير كحيان عدمان. ده شمالة الخواطر في ابها صورها يا جدعان. وهم ماشيين لقيوا ناس هيتم اعدامها، من ضمنهم واحد صاحب يوهان اللي انهار لما اتقتل. لما راح يوهان يعزي مرات صاحبه اللي مات افتكر اللورد الشين اللي طلب منه الانضمام ليه لتحقيق العداله، وشكله كده قرر الانضمام. اما دان وكانج فكانوا بيتكلموا مع بعض وكانت بتساله عن الكلب اللي مش لاقياه، فقال لها ما تسيبيه يشوف حاله، زمانه مع كلبه دلوقتي هيبقى انا وهو يعني. بعد كده حكيت له عن لي سول وان هي قابلته وهو صغير وانقذت حياته. بيروح يوهان يقابل صاحبه الحانه وقال لها هو انت عرفت اللورد الشين هويتي الحقيقيه؟ فقالت له لا لان ده هيعرض حياتك للخطر. كانوا بيتكلموا بالالغاز عن العرش وشكل كده يوهان هيكون هو الامير المفقود ولا ايه، انا دماغي لفت. بتروح دان تقابل صاحبتها بان في الحانه، وهناك شويه رجاله او اشباه رجاله رزلوا عليها بس هي ما سكتتش، هزقت واحد منهم بالجامد قوي ولسه هيضربها. بيظهر كانج وبيحميها كالعاده واداله ضربه جامده وعلم عليه، ولكن الراجل ده اداله ضربه من الظهر. فكانج قال له لا تعالى لي بقى، ولكن دان منعته وقالت له كفايه عليه كده، تعال نروح للقصر مع الملك الظالم اللي قتل اخوه عشان العرش، وهو واخد الجاريه كيم وكان معذبها عشان يعرف مكان الحارس، لكنها رفضت الكلام فامر سونج بقتلها ابن المفتريه. بيجي بقى ميعاد الاختبار الاخير للولايه، كان الملك حاضر الحوار ده وبالرغم من اصابه كانج الا انه فاز، والملك قام بتتويجه بنفسه. ولما رجع يفرح دان فرجته على الكتاب بتاعه اللي كان راسم فيه دان وهي صغيره وقصه مقابلتها مع لي سول، وهنا بيعترف لها انه هو لي سول الامير المفقود. اشهد وان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. اخيرا يا اخي نشفت رقنا، كان كانج هو لي سول وهو اللي حط نص البوصله قدام بيت دان. كان لسه هيقول لها ليه خبى عليه الفتره دي كلها، ولكن الجماعه بتوصل وبيقطعوا الكلام بينهم على كده. فالاتنين بيروحوا للغابة وبتكون دان مصدومة لسه من اللي سمعته، وهنا بتلاحظ ان جرح كانج بينزف او ليه سول يعني، فاخدته وبدأت تعالجه. وهنا صعب عليها كانج من اللي حصل له وهو صغير فدت له الحضن المتين، وكده بقوا حبيبين فهم رسم نصب. بعد كده قالت له انت ناوي على ايه؟ قال لها انه هينضم لحراس الملك لحد ما يكشف حقيقته قدام الكل ويسترد العرش بتاعه. اما يوهان بقى فبيفتح الصندوق وبنعرف انه ابن راجل غني جدا ليه سلطه في البلد، بيكون في قمه حزنه انه اتربى بعيد عن اهله، وده لانه ابن غير شرعي. بس في سر هنعرفه في اخر الحلقه مع بعض. بنشوف دان وهي رايحه تتكلم مع تاجر وبتحدد مكان ليها في سفينته، وهنعرف ليه بعدين، وكانت بان مراقبه كل ده. في الحال راحت عرفت سونج باللي سمعته. اما كانج فبيقابل صاحب ابوه زمان وقال له انا عايز اقابل الحارس ضروري، لانه لو عرف ان دان عندها معلومه بانه الامير المفقود هيقتلها لانها بكده بتشكل خطر عليه. بعد كده بنشوف اخت دان المتنكره في شكل راجل وهي رايحه تشوف سيول اللي نط زي اللهبل وقال لها اوعي تكوني جايه عشان يا بت. فقالت له يا شيخة ليه، انا اقتنعت بكلامك باني لازم اكون جنب اختي، وسع كده وانت حلو زي القمر كده. بتروح تقابل اختها والسيده ناجو والكل فرح برجوعها.
تعالوا نروح لكانج اللي لبس زي الحراس وكان في طريقه للقصر خلاص، والسيول قال له خلي بالك من نفسك يا اسطى، ولو احتجت مساعده اوعى تكلمني. هنا عم دان كان عمال يعاكس في السيده ناجو كالعاده، وقال لها هو القمر بيطلع بالنهار ولا ايه؟ لكنها مشيت وسابته لانه راجل فاضي بصراحه. هنا لقى في وشه حارس سونج اللي قال له تعالى معايا. لما راح لهناك سونج قال له ان دان عايزه تسافر لبلد تانية بالمركب، وده معناه انها عرفت هويه لي سول وعايزه تهرب، علشان كده لو ده حصل فانا هعدم كل عيلتها، فلو عايز تنقذ بنت صاحبك بمجرد ما تعرف مين هو لي سول تعالى وقول لي على طول. بيدخل كانج القصر وبيفتكر ذكرياته مع اهله. بعد كده الحراس بتيجي وبتديهم مخطط كامل عن القصر باللي فيه. لما بيخرج مع الحراس لبره بيقابل عمه في الطريق اللي هو الملك يعني، اللي رجع له وقال له البصه بتاعتك دي مش غريبه عليا، كاني شفتها من سنين. الدم بيحن برضه يا اخي. نروح ليوهان اللي قابل صاحبه الحانه وقال لها عايز اعرف مين هي امي، بتكون هي اصلا. المهم فقالت له انها كانت من عيله فقيره وعاديه والافضل لك ما تسالش عنها، وبتتهرب منه. بعد كده راح يقابل شين اللي قال له انا هعرف اعضاء المنظمه ان الرئيس السري ليهم هو لي سول الوريث المفقود، وده هيديك الفرصه انك تاخد العرش وبكده نقدر نحكم بالعدل. اما الملكه الام فقالت للمربي عايزاك تكون ممول الحارس بدل الخادمه اللي اتقتلت، وده لانك خنت ابني وحفيده قبل كده فمحدش هيشك فيك ابدا. بيخرج المربي من عندها والعقربه كلبه الملكه بارك شافتها. اما كانج فراح شرب كتير مع اصحاب الحراس، والسيول فشافوا دخلوا اوضه بان اللي كانت بتخلع له الشراب، وشافت العلامه الحمراء على رجليه وده بيثبت انه الملك وش. اما السيول حبيبنا فراح قابل الجو بتاعه، وبعد الكلام بينهم قال لها انا كمان ما عشتش بحريه زيك. ولما سالته ازاي اتهرب منها، مصيبه لو طلعت انت اهبل الحارس. تعال نروح للورد الشين اللي اخذ المربي وخلاه يقابل يوهان، واتفق معاه انه لما يتعرف عليه يقول ان هو الملك المفقود فعلا. وبيرجع المربي بذاكرته لورا وكان عارف ان كانج هو لي سول، بس ما قالش لحد وانكر ده. اما الملك بنفسه فاستدعى دان وربنا يستر، والخبر ساعتها وصل للعقربه بارك. نرجع لدان اللي الملك المفتري خنقها بالشكل ده في وجود كانج اللي كان هيموت عليها. قال لها انت اللي اتجرأتي على انقاذ لي سول، ما كانت صغيره ومش عارفه يا غبي. ولكنه في الاخر عفى عنها لان ابوها كان المعلم بتاعه. لا اصيل يا ابن المفتريه والله. تعالوا بقى للمفاجأة الكبيرة. لما يوهان كان مع صاحبه الكازينو، ومن الكلام بينهم بنعرف ان يوهان هو الابن الغير الشرعي للملك. هتقول لي يعني ايه؟ هقول لك يعني يوهان هو اخو لي سول بس من ام تانية، واخوه الكبير كمان. وبما ان ام يوهان كانت خادمة فالملك ما اعترفش بيه. ابو ام ده مسلسل يا اخي. تعالى بقى يا عزيزي المشاهد اقول لك على الكبيره، ان السيول الاهبل دخل اوضه كانج وشاف مخطط القصر، لكن كانج دخل عليه وقال له بتعمل ايه؟ وشكل السيول هيبقى الحارس، وبقوله خالد قال. الغريبه بقى ان صاحب كانج من القريه بتاعته قال له لو ما حضرتش الفلوس في 3 ايام فهقول لسونج حياتك. بتلف بينا الكاميرا على الملك اللي كان بيتفرج على المبارزه بين الحراس وكانج، وكان مكتسح بامتياز، فالصراحه كده اتغاظ منه وقرر ينزل يبارزه، وبالفعل حصل قتال بينهم وكانج هو اللي كسب برضه. من هنا الملك قال له خلاص انا بعد كده هتدرب معاك. اما السيول ابننا العسل اخد اخت دان وقرر يعزمها على مشروب، ومن خيبتها التقيله سونج كان معدي مع رجالته وفكر انها طبيبه ابنه اللي مات، بس قال اكيد مش هي ومشي. بيروح بقى يوهان وعم دان بيشوفوا نتيجه الامتحان، ويوهان طبعا نجح. اما عم دان فمسك قلبه بايديه، وناجو قالت له اكيد سقط ما انت فاشل. قال لا لا يا وليه انا اسمي هناك اهو، اقسم بالله شكلي نجحت. ولما اتاكد من الخبر جات له سكته قلبيه باين وقع على الارض، بس في الاخر كان بيهزر يعني ومشي في البلد بكل قلطه فشخره. لما بنروح للقصر الحارس بتاع سونج بيشوف صاحب كانج وبيستغرب هو نجح ازاي وهو فاشل، فبياخده وبعد ما اداله العقد تمام بيعرف انه اخد فلوس من كانج ودفعها رشوه لنجاحه، والفلوس دي تمن سكوته بان تم تبنيه وهو بعمر ال10 سنين. بيقابل كانج صاحب ابوه بيقول له ان الملك بيخرج للكاهن بتاعه بدون حراسه، فلازم نستغل الفرصه دي للهجوم عليه. اما كانج فبيجي له رساله من صاحبه بتاع القريه عايز باقي الفلوس، وده اصلا كان فخ من حارس سونج. وفعلا كانج بيروح لهناك وبيتم محاصرته من حراس سونج اللي عرفوا ان كانج هو لي سول الامير المفقود. ولكن في ثانيه الحارس بيوصل وبينزل ضرب فيهم واحد ورا التاني وبيقتل الراجل بتاع سونج. وهنا بقى اخيرا هنعرف مين هو الحارس. هبت مني قول هبت، الحارس هو السيول. والله زي ما بقول لك كده كانت مفاجاه جامده لكانج ولينا احنا كمان، وده يثبت لك عزيزي المشاهد ان اي واحد في حياتك عامل فيه اهبل اعرف انه سوسه وراه سر كبير. فبيعتذر له كانج لانه مخليه جنبه في كل حته وحابس حريته، بس سيول قال له ولا يهمك هو ده قدر اي حارس. ولكن كانج قال له ان الحارس بياخد حريته لما سيده بيكون ملك، واوعدك ان ده هيحصل قريب. بيوصل سونج لمكان حراسه المقتولين وبيعرف ان اللي عمل كده هو الحارس ولي سول. تعالوا نروح للملكه الام اللي جريت على الملك وكان ماسك شاب وقال لها ان ده حفيدك لي سول، وجابوا المربي عشان ياكد لهم الكلام ده. بيقرب المربي منه وقال لهم ان ده مش لي سول. بيروح سونج ومعاها الجاسوسه اللي عند بارك وقالت لهم ان المربي هو اللي الملكه قابلته في السر
ولما خرج من عندها كان معاه شنطه مليانه بالفلوس، فبيعرفوا ان المربي هو اللي بقى يوصل الفلوس للحارس. بيروح سونج لصاحبه الكازينو اللي بتعرفه ان دان جت من فتره وسالت البنات عن شاب ليه علامه حمراء في رجليه، وكانت تقصد ليه سول طبعا. بان بكده عرفت ان كانج هو ليه سول الامير المفقود لانها شافت العلامه في رجليه. لما بنروح لحديقه الزهور بنلاقي 2 من سيدات القصر جايين لدان وقالوا لها الملك عايزك بكره الصبح. وفي اليوم الثاني عم دان بيشوف الرسمه اللي في الكتاب وبيعرف ان اللي رسمها هو الامير المفقود. لما سال يوهان قال له مش انا اللي رسمتها. فبيخرج وبياخد كانج وبيساله عن الرسمه وبيعرف ان هو الملك وبينحني ليه. بيترجى يسيب السكن لان بكده حياه دان واللي في البيت هتكون في خطر. وفي اليوم الثاني الحراس بتوع الملك بيمشوا ورا دان في محاوله لاغتيالها عشان الامير المفقود يظهر ويقبضوا عليه. وهنا الحارس سيول ظهر وكان هيقتلها بس كده وكده يعني، وكانج بينقذها. اما الحارس فدخل في مبارزه مع باقي الرجاله لحد ما كانج اخد دان وجري بيها لبعيد في مكان امان، والحارس كمان هرب والجنود كانت بتدور عليه. بيروح يوهان للملكه الام بالاتفاق مع اللورد الشين وبيعرفها انه ليه سول الامير المفقود. الغريبه بقى ان دان بتروح للملك وبتقول له انا خايفه اقول لك حقيقه اللي اعرفه تقتلني، لكنه وعدها انها في حمايته. فقالت له ان الحارس بتاع الامير المفقود لسه عايش وانه هددها لو دورت عليه فهيقتلها هي وعيلتها. عرفته كمان ان الحارس غير هويته وشغال تاجر في بلد تانية، عشان كده كنت بحاول تأجير مركب عشان اقابله في المتجر الخاص بيه. بالفعل الحراس بتجري على المتجر بتاعه وبيكون خاص بصاحب ابو كانج اللي اول ما شافهم جري وقدر الحمد لله انه يهرب منهم. لما بيجي الليل دان بتقابل كانج وقالت له انا عملت زي ما قلت لي بالظبط، وكانت دي خطه بينهم، بس كانت قلقانه على صاحب ابوه لكنه طمنها انه هيكون بخير. في اليوم التاني دان كانت مع السيده ناجو وسمعت صوت قطه، بس ده كان كانج يعني، فقالت لها اطرد القطه واجيلك. راحت دان صبحت على كانج قبل ما يروح الشغل، وهنا ناجو البومه وصلت فاستخبى كانج ودان عملت نفسها بتمشي القطه. لما بيجي الليل الملكه الام بتبعت فلوس للمربي عشان يوصلها للحارس، وكان جنود الملك ماشيين وراه وبيراقبوه، ولكن الحارس سيول شافهم وراح لله يستلم الفلوس واخدوا لبعيد. في اليوم التاني كل واحد منهم بياخد الشملوله بتاعته وبيفسحها، وفي الاخر بيتقابلوا في نفس الطريق ومش بيكونوا عارفين يودوا وشهم من بعض فين. بيروح يوهان يقابل صاحب ابو كانج وبيعرفه ان هو الامير المفقود وبيديه الاماره كمان. في الحال بيبعت رساله لكانج وقال له ان في واحد منتحل شخصيتك اسمه يوهان وان هو اخوك الغير شرعي من ام تانية. فبيمشي كانج ورا يوهان لحد ما بيعرف مقر الثوره بتاعتهم، ويوهان بيسال اللورد الشين لو ليه سيول اخوه ظهر الوضع هيكون ازاي. عرفوا الشين ان استحاله يكون في ملكين للعرش، هو واحد فيكم بس. من هنا كانج بيظهر وبيحط السيف على رقبه شين وبيعرفه انه ليه سول، وقال له انت ازاي تكذب على الناس وتتكلم باسمي، لحد ما صاحبه الحانه بتوصل فبيختفي كانج وبيروح لصاحب ابوه بيعرفه انه هيسيب العرش لاخوه وكفايه ان الملك الظالم يتم القضاء عليه. اما يوهان فراح قال لصاحبه الحانه ان كانج هو الامير المفقود. نروح لعمنا سيول اللي كان مع البت بتاعته واعترفوا بحبهم لبعض، ولسه الراجل هيقرب منها هوب دان وصلت فزقت سيول لمتر قدام بالشكل ده، ودان قالت له انت مستخبي على اساس اني مش شايفاك يعني، انا شفت كل حاجه. تعالوا نروح لسونج اللي راح يزور قبر ابنه وشاف هناك دبوس بتاع اخت دان اللي زارت قبر ابنه قبل كده فشك انها لسه عايشه. اما بان فراحت لكانج وقالت له انا عارفه ليه سول بس مش هقول لحد عشان تجيب حقك وحق ابويا اللي مات عشانك. وفي يوم الجنود حصرت كانج لما كان رايح ليوهان في المقر بتاعه واتلموا عليه، ولكن الحارس سيول بيوصل في الوقت المناسب. كان كانج هيتقتل بالسيف لولا تدخل سيول اللي اخذ الضربه في دراعه. من هنا يوهان بيخرج له وكانج قال له انا كنت جاي احط ايدي في ايدك عشان نرجع عرش ابونا بس انت اللي بدات بالخيانه. فيوهان قال له انا ما اعرفش اي حاجه عن كل ده. فكانج قال له انت بعت لي رساله اهي. فبيعرف يوهان ان كل ده من عمايل صاحبه الحانه عشان العرش يكون ليه لوحده، وبيكشف سيول عن نفسه ليوهان اللي كانج صدق انه مظلوم فعلا والاخوات اتحدوا مع بعض. بيروح يوهان لصاحبه الحانه وبيزعق لها لانها حاولت قتل اخوه، ومن الكلام بينهم عرف انها امه الحقيقيه. لما بيجي الليل سيول بيوصل اخت دان للبيت بعد السهره، وهنا سونج شافها وعرف انها لسه عايشه. امر الحارس بتاعه انه يشوف حته يدفنوها فيه. وفي اليوم التاني بيقابل كانج المربي، ولما بيخلصوا الكلام بينهم بيشوفهم واحد من الحراس اللي نده على واحد تاني وقال له راقب كانج. اما المربي فراح يقابل الملك وقابل بارك، فقال لها انت رايحه تعرفيها اني شغال لحساب الملكه الام، ما انا كمان عارف عنك حاجات وساكت زي ان الطفل اللي معاكي مش ابنك. فقالت له عادي الملك عارف بكل حاجه، ولكن المربي قال لها لو الوزراء عرفوا فهتكوني انت والملك في خطر. فبتاخد نفسها زي الكلبوبه وبتمشي. بتروح بان لسونج وبتعرفه ان صاحبه الحانه بتروح للورد الشين كتير، وهنا الحارس ده اتوتر لانه شغال لحساب شين بس سونج اخد باله، عشان كده جابه وضربه بالشكل ده لحد ما عرفه ان شين هو الداعم للثوره والتتويج الامير المفقود على العرش، وان المربي وصاحبه الحانه معاه وفي صفه. اما كانج فاخد دان وعرفها على المكان ده وقال لها تستخبى فيه في حاله الطوارئ. ولما بنروح لسيول واخت دان بنلاقي حراس سونج جايين للقبض عليها. اما كانج فواجه الملك في الغابه. نرجع للحراس اللي هجموا على سيول لكنه اتعامل معاهم
معاهم، بس للاسف اخد ضربه بالسيف، ده خلاه يخلص عليهم في لمح البصر. اما الملك فلاقوه مضروب بالسهم ومرمي على الارض، فالرجاله بتنتشر في الغابه للبحث عن القاتل، وفعلا بيلاقوه وبيتم ضرب السهم على القبعه بتاعته واتدحرج على الارض بالشكل ده. ولكن بعد كده بيبان وهو رايح يقابل دان وكان تمام وبخير وقدر يهرب منهم. بيتقابل سيول مع اخت دان اللي قالت له ان دول اكيد تبع سونج لان كنت خطيبه ابنه، فبيفتكر سيول ان هو اللي قتله بايديه، فبيتصدم سيول ومش بيكون عارف يعمل ايه. لما بيرجع كانج للقصر بيتم القبض عليه لانه الوحيد اللي كان غايب يوم اغتيال الملك، وخرج الحارس كيس من القماش وقع من اللي اغتال الملك وكان لكانج، وبيكون صاحب كانج واقف وعارف ان الكيس بتاعه بس مش بيتكلم، بالعكس بيدافع عنه لحد ما بيخرجوه. اما يوهان فبياخد اخوه وكانج وبيروحوا للملكه الام، وبتعرف بحقيقه كل حاجه وان كانج هو الامير المفقود. سونج بقى بيستدعي الدكتور اللي عالج جرح الحارس سيول وقال له ان جسمه مليان بالندبات والجروح يعني، ومن هنا اتاكد ان سونج انه الحارس وبيكون في قمه سعادته انه وصل له اخيرا. في اليوم التاني بيروح سيول يودع اخت دان لانه مش هيقدر يكمل معاها وهو قاتل خطيبها وكمان مش قادر يقول لها. بيفوق الملك المفتري وبيقبض على المربي اللي في ثانيه اعترف على الامير المفقود بس كذب عليه وقال له ان يوهان هو ليه سول اللي بيدور عليه. اما الحارس سيول فراح ودع كانج وعرفه سبب رحيله بانه كان السبب في موت ابن سونج اللي كان حبيب اخت دان، بيوصيه سيول عليها وبيتم الوداع بينهم على كده. نروح لسونج اللي جمع رجالته واقتحم حديقة الزهور وقابله دان واختها. لما بيجي الليل كانج بيعرف باللي حصل، بيروح لهم هو ويوهان وكانوا مربوطين بالشكل ده، وسونج بيسأل عن سيول وبيعرف انه ساب البلد وبتدور بقى معركة بين الطرفين، لكن كانج بيتم السيطرة عليه وبيتم ربطه هو ويوهان بالشكل ده. اما صاحب ابو كانج فراح بسرعة للسيول وعرفه ان الكل تم خطفه من سونج، لكنه مش بيهتم وبينزل المركب. بيقدر كانج انه يحرر نفسه، ولما الحارس بيوصل بيتم تثبيته وبياخدوا كانج كرهينة وبيخرج بيها لسونج. تعالوا نروح لأم يوهان اللي راحت لبيت الزهور ولقت رسالة مكتوب فيها إن يوهان وكانج ودان وأختها تم اختطافهم من سونج. أما كانج فسيفه كان ضد سيف سونج اللي قال له لو الحارس ما جاش لإنقاذكم هقتلكم. من هنا كانج اعترف له إنه ليه سول الأمير المفقود عشان يسيب الباقي، ولكن سونج ما صدقوش لأن الملك المفتري قال له إن يوهان هو الأمير المفقود زي ما المربي ما قال له، ولسه سونج هيقتل يوهان. أمه بتوصل وبتنقذه وبتاخد الضربة مكانه. أما الملك المفتري فعرف إن الشين ضده فعذبه وربطه بالشكل ده. نروح مع بعض لسونج واللي معاه، وهنا فجأة ظهر الحارس اللي دخل في قتال مع الحراس والقناع وقع من عليه وتعرف للكل، وقال سونج الأخت دان إن سيول هو اللي قتل ابني وحبيبك. أما أم يوهان فللأسف ماتت، وكانت يوهان في قمة حزنه عليها. بيقرروا إنهم يهربوا ويوهان يستنى مع سونج، وفعلا بيتم القبض على يوهان وربطه قدام الملك وبيتم حبسه جنب اللورد الشين. بعد كده الملك المفتري بيروح للملكة الأم وبيقول لها تعالي احضري المأدوبة اللي أنا عاملها عشان أقطع حفيدك حتت. في الوقت ده دان وكانج واللي معاه كانوا متنكرين بالشكل ده لحضور الحفلة. بتروح دان تقابل الملكة الأم وبتديها وثيقة مهمة جدا. بعد كده بارك بتيجي تاخدها للحفلة، وهناك بيشوف يوهان واللورد الشين وأتباعه بالمنظر ده. بيأمر الملك الظالم بربط أطراف يوهان وشدها لحد الموت. من هنا بيقابل سونج الحارس سيول، والاتنين بيدخلوا في مبارزة مع بعض بتنتهي بموت سونج. أما يوهان فتم ضرب سهم على الحارس وإنقاذه، وبيتم توصيل يوهان لبر الأمان. وفي الاخر كانج بيروح يواجه عمه الملك الظالم وعرفه ان هو ليه السول الحقيقي، فاستفزه الملك وقال له انت عارف ابوك ترجاني قد ايه عشان ما اقتلكش؟ فاتضايق كانج وهجم عليه بسيف وقال له استسلم بمزاجك والا هقتلك، ولكنه رفض وفي الاخر تم قتله بالفعل. من هنا تم تتويج يوهان على انه ملك البلاد، وده لان كانج اتنازل له عن العرش واستدعى يوهان عم دان عشان يكون المستشار الخاص بيه. اصيل يا ابني والله. بعد كده يوهان بيودع كانج ودان اللي رايحين يتجوزوا وهيسيبوا البلد كام يوم، واخت دان فقت لنفسها وبقت تدور على سيول وقررت تسامحه لان الحياه دي عاشها غصب عنه كونه حارس، فبتجري عليه وبتلحقها قبل ما يسافر، وفي الاخر الكل بيعيش في سعاده. من هنا بيخلص مسلسلنا، استنوني في اللي جاي. سلام.